يلي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية. مجلة ميكي بقالي كتير قوي ما قريتهاش، والحقيقة اني لما قريتها رجعت لي احساس طفولتي. اكيد مش لوحدي اللي بحس بكده. عمرك حسيت ان انت مخنوق قوي ومتضايق، بس اول ما يجي قدام منك مسلسل انت بتحبه من زمان او فيلم او حتى اغنية، وحسيت فجأة ان الخنقة دي كلها راحت وان انت رجعت كده لوقت كنت فيه صغير ومبسوط؟ طب عارف احساسك ده اسمه ايه؟ بيحصل ازاي وليه؟ ده اللي هنتكلم عنه في اول حلقة لينا من برنامج على الكنبة. اهلا بيكم. افرد يا باشا، افرد مش عارف شكلي هينام ولا ايه. افرد يا باشا. نوستالجيا كلمة تقريبا كلنا بنسمعها، عارفين عنها تفاصيل صغيرة بس ما نعرفش الصورة الكاملة. النوستالجيا مش بس مشاعر الحنين لزمان، دي إحساس نفسي أقوى من كده بكتير وأعمق من كده بكتير، قادر يحسن مودك في ثواني كأن في إيديه عصاية سحرية. وده على كلام تيم وايلدسكوت في دراسته اللي عملها سنة 2016 اللي وصف فيها النوستالجيا بأنها مسكن نفسي بيرجعك لوقت انت كنت فيه أصغر وأسعد. وده مش بس كلام نظري، ده كمان اتوثق بتجارب اتعملت على أشخاص مختلفة ووضحت ان فعلا لما بتسترجع ذكريات انت كنت مرتبط بيها زمان، ده شيء قادر يحسن مودك ويحسسك بالدفى النفسي اللي كلنا بنحاول نوصل له في يومنا عادي. ومش بس كده، ده كمان واحد من الناس اللي شاركوا في التجارب دي وصف النوستالجيا بأنها أجازة لمخنا، لأنها فعلا قادرة توقف كل حاجة وحشة بتحصل في يومك. وكمان في دراسة اتنشرت على موقع أوفرا.com بتأكد إن التفاعل مع الأغاني والحاجات القديمة اللي انت كنت بتحبها، سواء بقى أغاني، إعلانات، فيلم، مسلسل، أيا كان، دي حاجة قادرة تحسن مودك وكمان بتساعدك تتعامل مع الضغط اللي بتتعرض لها كل يوم. يعني تخيل معايا كده إنك قاعد دلوقتي بتسمع أغنية كرتون سنوحي، حسيت قوي بالإحساس اللي كنت بتحسه وانت صغير، صح؟ النوستالجيا مش مجرد ترفيه وخلاص، ده الشاحن اللي بتشحن بيه طاقتك النفسية. بس لو انت فاكر ان النوستالجيا مرتبطة بس بذكرياتك لوحدك، فانا جاي اقول لك لا. وايلدسكوت قال ان النوستالجيا كمان مرتبطة بالتجارب الجماعية. فاكرين مسلسل يتربى في عزه؟ فاكرين لما كنا بنتجمع حواليه سواء مع صحابنا او اهالينا؟ لما تفتكر حاجة زي كده هتحس ان في حاجات قادرة تحسسك ان فعلا في ذكريات حلوة قادرة تجمعنا. ومش بس مسلسل يتربى في عزه، ده تقريبا معظم مسلسلات اوائل الالفينات زي حديث الصباح والمساء وحضرة المتهم أبي والحقيقة والسراب ومبروك جالك قلق وعائلة مجنونة جدا، وأعتقد لو قعدت أعدهم من هنا لما للصبح مش هنخلص. ودكتور كريستين باتشو أضافت كمان إن النوستالجيا بتساعدنا نرجع إحساسنا بهويتنا الذاتية. يعني مثلا الناس اللي بتعاني من الزهايمر أو حالات النسيان نقدر نستخدم معاهم النوستالجيا عشان نرجع لهم ذكرياتهم وإحساسهم بنفسهم. وفي مجلة Journal of Personality and Social Psychology عرفنا إن 79% من الناس اللي شاركت في التجارب قدروا يحسوا فعلا بتحسن كبير في تقديرهم لنفسهم لما سمعوا وتفاعلوا مع حاجات قديمة كانوا هم بيحبوها. أنا ذات نفسي لما بسمع أغنية مسلسل سارة بحس قوي بكل تفاصيل طفولتي، مع إني الصراحة مش عارفة ليه كنت بتفرج على مسلسل سارة وأنا صغيرة وأنا أصلا مش فاهمة نص أحداثه. النوستالجيا مش بس ذكريات، دي كبسولة زمن قادرة ترجعك لأماكن وأوقات كنت فيها أصغر وأسعد، سواء بقى كان مشهد في فيلم، إعلان، أغنية في راديو، أيا كان. النوستالجيا دايما بتفكرنا إن ماضينا لسه قادر يعيش جوانا، وقادر كمان يخلينا أقوى في حاضرنا ويصبرنا على مستقبلنا اللي احنا دايما خايفين منه. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، واكتبوا لنا في الكومنتس ايه أكتر حاجة لما بتسمعوها بتحسسكم بالنوستالجيا. أشوفكم الحلقة الجاية.